واحد كيتصل بيك بصوت اختك كيقول لك عافاك صيفط الفلوس دابا. الصوت هو النبرة هي وحتى الخلعة اللي في الكلام كتبان حقيقية. ولكن هنا رد بالك، دابا النصاب ما محتاجش يعرف العائلة ديالك مزيان، يقدر ياخد مقطع صوتي قصير من الانترنت ويصوب صوت قريب بزاف من صوت شي واحد قتعرفه. يعني الصوت ما بقاش دليل. إلا جاك اتصال فيه بكاء، خوف، ضغط وطلب فلوس بسرعة، سد الخط وعيط للشخص من النمرة اللي كتعرفها انت، ماشي من نفس النمرة اللي عيطات لك. النصاب باغيك تخلع قبل ما تفكر، واخطر لحظة هي ملي كتقرر وانت مخلوع. رسالة كتجيك من البنك، كتلقى ميساج ولا واتساب فيه شعار البنك، كلام رسمي ولينك كيبان محترم، كيقولوا ليك الحساب ديالك غادي يتسد، اكد المعطيات ديالك. وهنا كيدخل الفخ. البنك الحقيقي ما غاديش يطلب منك تدخل من لينك مشبوه وتعطيه الباسورد ولا الكود ولا رقم لاكارت البنكيه ولا رقم لاكارت ناسيونال. اللينك يقدر يديك لسيت مقلد كيشبه البنك، ولكن الهدف ديالو يجمع المعطيات ديالك. الشكل الرسمي ماشي ضمان. الا جاك لينك من البنك ما تضغطش عليه دغيا، دخل للتطبيق الرسمي بوحدك ولا عيط للبنك من الرقم الرسمي. لينك صغير يقدر يفتح ليك مشكل كبير. واحد كيسولك على الكود اللي وصلك، هاد الخدعه خطيره بزاف. كيعيط لك شي واحد ولا كيرسل لك في واتساب وكيقول لك غادي يوصلك كود، اعطيني غير الرقم باش نكملوا العمليه. لا، داك الكود ماشي رقم عادي، داك الكود هو المفتاح. ممكن يكون كود ديال واتساب، ديال البنك، ديال الايميل ولا ديال حساب مهم. الا عطيتيه انت فتحت ليه الباب بيدك. الكود اللي وصلك ما كيتعطى حتى لواحد، حتى الا قال لك انا من الشركه، انا من الدعم، انا من البنك، انا غير كنعاونك. الكود بحال مفتاح دارك الرقميه، ما كتقولش المفتاح لواحد في الزنقه غير حيت قال لك لابس بدله. رساله كتقول ربحتي ايفون، مبروك، ربحتي تليفون، ربحتي قسيمه شراء، ربحتي رحله، غير دخل المعطيات ديالك هنا. السؤال هو علاش ربحتي انت اصلا؟ ما شاركتي في حتى مسابقه، ما درتي حتى طلب، وما كاين حتى سبب واضح. ولكن الطمع الخفيف كيخدم مزيان مع النصابين، كيخليوك تقول نجرب ما خاسر والو. ولكن مرات كتخسر المعطيات ديالك، رقم الهاتف، رقم لاكارت البنكيه ولا الحساب كامل. الا الجائزه جات بلا سبب غالبا انت هو الجائزه. ملي تشوف ربحتي، اخر فرصه، باقي غير اليوم، دخل المعطيات بسرعه، ما تسراش. الضغط والاستعجال غالبا جزء من الخدعه. حساب كيبان ديال شركه توصيل، كيجيك لينك، الطرد ديالك واقف، خلص 2 دراهم باش يكملوا ليك التوصيل، اكد العنوان، والمبلغ صغير، 2 دراهم، 5 دراهم، حاجه كتقول عليها واش غادي نوقف على هاد التفاهه. وهنا الفخ، المبلغ الصغير غير طعم. الهدف ماشي 2 دراهم، الهدف هو رقم لاكارت البنكيه ولا المعطيات ديالك. شركه التوصيل الحقيقيه ما غاديش تطلب منك تدخل لاكارت ديالك من لينك مشبوه. الا كنتي فعلا كتسنى طرد، دخل للسيت الرسمي ولا التطبيق الرسمي ولا شوف رقم التتبع من البلاصه اللي شريتي منها، ماشي من لينك جاك بوحدو. الطرد الحقيقي ما كيطلبش منك تهرب وتدخل لاكارت. استثمار كيكون لك دخل 500 وربح 5000. هاد الجمله بوحدها خاصها تشعل الضوء الأحمر. دخل مبلغ صغير وغادي تربح بسرعه، بلا خبره، بلا مجهود، بلا مخاطره. هنا ماشي استثمار، هنا فخ لابس كوستيوم ديال الفرصه. كيوريك ربح خيالي في التطليق، كتحس راسك ذكي، كتزيد فلوس كتر. ومن بعد ملي تبغي تسحب كيقولوا لك خلص باش تسحب، خلص باش يتفعل الحساب، خلص باش نكملوا العمليه. وكل مره كتزيد تخلص باش ترجع فلوسك. الربح السريع غالبا طريق سريع للنصب. الا شي فرصه خلاتك تحس انك غادي تولي غني قبل القهوه تبرد، هنا خاص الشك يخدم. سول راسك علاش هما محتاجيني انا باش نربح؟ الا شي خدعه من هادو شفتها قبل، خلي لايك، ماشي غير دعم للفيديو. هاد اللايك كيعاون يوصل هاد التنبيه لشي واحد ممكن يطيح فيها اليوم قبل غدا. نكملوا. رسالة تهديد أو ابتزاز، كيجيك واحد يقول عندي صور ديالك، عندي محادثات، عندي فيديو، إلا ما صيفطتيش الفلوس غادي نشر كل شيء. هنا النصاب كيلعب على الخوف، ما كيعطيكش وقت تفكر، كيبغي القرار يخرج من الرعب. أول حاجة ما تسرعش وتخلص، ثاني حاجة ما تدخلش معاه في هضرة طويلة، ثالث حاجة احتفظ بالرسائل، سكر الحسابات اللي خاصها تسكر، بدل الباسورد وفعل الحماية بجوج خطوات. إلا كان تهديد خطير ما تبقاش بوحدك، هضر مع شي واحد موثوق ولا بلغ شي جهة مسؤولة. الخوف كيخليك دير أخطاء، والنصاب عارف هادشي، هو ما باغيكش تفهم، باغيك غير تخاف وتدفع. كيو ار في مكان عام، كتلقى كيو ار في طابله، في باركينغ، في اعلان ولا في ورقه ملصوقه في الحائط، كتسكانيه عادي حيت كيو ار كيبان بريء، ولكن كيو ار غير باب، ما كتعرفش فين غادي يديك حتى تفتحه. ممكن يدخلك لسيت مقلد، ممكن يحاول يخليك تحمل تطبيق، ممكن يطلب منك معطياتك. كيو ار ماشي ديما بريء. قبل ما تدخل شي معلومه شوف الرابط، واش السيت رسمي، واش كاين خطا في العنوان، واش طلب منك شي معطيات ما عندها علاقه. الا شكيتي ما تكملش، ماشي كل مربع ابيض وكحل خاصو يدخل لحياتك. خدمه
من الدار بأجر خيالي، إعلان كيبان زوين، خدم من الدار بلا تجربة، ربح يوميا، غير سجل دابا. ومن بعد كيقولوا ليك خلص باش تسجل، ولا خلص التدريب، ولا صيفط المعطيات ديالك باش نفتح لك الحساب. خدمة كتطلب منك تخلص قبل ما تخدم، هنا خاص الضوء الأحمر يشعل. ماشي كل خدمة عن بعد نصب، ولكن الخدمة الحقيقية كتكون واضحة، شنو غادي تخدم، شنو الشركة، فين العقد، كيفاش غادي تخلص، وشكون المسؤول. أما إلا كان غير كلام كبير، دخل بسرعة، عدد المقاعد محدود، الربح مضمون، راه غالبا ماشي فرصة، راه شبكة كتقلب على ضحية جديدة. صاحبك كيطلب منك فلوس في واتساب، الصورة صورته، الاسم اسمه، والكلام كيبان مستعجل. كيقول لك خويا صيفط لي شوية، أنا في مشكل، غادي نرجعها ليك، ولكن الحساب ممكن يكون مخترق. هنا ما تعتمدش على الصورة والاسم، عيط ليه من نمرة أخرى، سولوا على حاجة غير أنت وهو كتعرفوها، ولا تواصل معاه بطريقة أخرى. الحساب ديالو، ولكن الكلام ممكن ما يكونش ديالو. النصاب كيعتمد على الثقة اللي بيناتكم، حيت إلا جاك غريب يطلب فلوس غادي تشك، ولكن إلا جاك صاحبك القلب كيسبق العقل، وهنا كيوقع المشكل. تطبيق خارج المتجر الرسمي، واحد يقول لك حمل هذا التطبيق، فيه ميزة ما كايناش، فيه نسخة مجانية، فيه كود، فيه اختصار، واللينك ماشي من جوجل بلاي وماشي من اب ستور، غير ملف ابيكا ولا لينك مجهول. هنا رد بالك، التطبيق ما كيدخلش غير للتليفون، يقدر يطلب صلاحيات الصور، الرسائل، جهات الاتصال، الميكروفون، الموقع، وانت كتضغط الاو الاو الاو. التطبيق المجاني يقدر يخلص من خصوصيتك. الا ما كنتيش متاكد من المصدر ما تحملش، ماشي كل حاجه مجانيه رخيصه، بعض المرات كتخلصها بحساباتك ومعطياتك. فيديو او صوره كتخليك تصدق بسرعه. قديم كان الناس كيقولوا شفت بعينيا، دابا حتى العين خاصها تحقق. الفيديو ممكن يتفبرك، الصوت ممكن يتقلد، الصوره ممكن تصاوب، والذكاء الاصطناعي ولا كيعاون النصابين يديروا محتوى كيبان مقنع. ماشي معناها ما نصدقوا والو، ولكن معناها ما نصدقوش بسرعه. الا شفت فيديو خطير راجع المصدر، واش كاين نفس الخبر في مصادر موثوقه، واش كاين استعجال وغضب وخوف بزاف، واش الناس كيقولوا لك صيفط بسرعه قبل ما يتحيد. حتى الفيديو ما بقى دليل نهائي. النصاب القديم كان محتاج يكذب عليك بالكلام، النصاب الجديد يقدر يجيب لك صوت وصوره وفيديو، والفخ الحقيقي هو انك تقول مستحيل يكون هذا مزيف.